كانت تعرف بخبرتها في استخدام الأعشاب ومعرفة العادات والتقاليد الأخرى، وكان الغجر يستقرون في منطقة معينة لمدة عامين أو أكثر، ثم يرتحلون إلى مكان آخر. وبعد مرور 9 سنوات أصبحت هبة فتاة جميلة في 14 من عمرها. فجاء زعيم الغجر إلى خيمة الغجرية الحكيمة، ونظر إلى هبة بإعجاب قائلا: لقد أصبحت الفتاة جاهزة لدخول الخيمة الحمراء، والأمر الإيجابي هو أنها لم تكلفنا شيئا. ثم رحل الزعيم. نظرت هبة إلى الغجرية الحكيمة وسألتها: ماذا يعني الخيمة الحمراء؟ فأنا أراها في أقصى المخيم، ولكن يمنع دخولي إليها ليلا. فأجابت الغجرية: الغجريات اللواتي تشترى حين يبلغن عمرك يؤخذن إلى الخيمة الحمراء، حيث يأتي الرجال من المدن التي نمر بها ليستمتعوا معهن مقابل أجر محدد، ولكن أعلم أنك لا تريدين ذلك وترغبين في البقاء هنا. ردت هبة بقلق: أخشى أن هذا لم يعد بيدك الآن، فلا يمكنك تجنب الأمر. حزنت هبة كثيرا لأنها كانت ستجبر على أمر لا ترضى به. وفي البلدة المجاورة كانت تعيش سيدة ثرية، لكنها مريضة بشدة، حتى أن الأطباء قد يئسوا من شفائها. وقد نذرت هذه السيدة لله قائلا: إن شفيت سأتولى مساعدة من يحتاج إلى العون. وفي اليوم التالي وبمعجزة من الله شفيت تلك المرأة. نهضت من سريرها وسارت وسط ذهول وتعجب الأطباء، حتى ألحت الحاجة في قلبها لتقديم العون، فأرسلت خادماتها وخدمها للبحث عن المحتاجين لإغاثتهم. وفي أثناء جولتها وصلت إحدى الخادمات إلى مخيم الغجر، فوجدت هبة جالسة خلف إحدى الأشجار تبكي بحرقة. فسألتها الخادمة عن سبب بكائها واستحلفتها أن تجيب، فردت هبة: الليلة سيدخلونني إلى الخيمة الحمراء، وهناك سأفقد عذريتي. هرعت الخادمة إلى سيدتها وأبلغتها بأن هناك غجرية مراهقة قد يحتقرها الرجال بسبب الاتهامات بالبغاء. عند سماع ذلك رأت السيدة فرصة لإنقاذ الفتاة الشابة من الوقوع في مهاوي الرذيلة، فانطلقت نحو مخيم الغجر، حيث التقت بهبة واستمعت إلى قصتها بصدق وتأثر بمظلوميتها، فقررت إنقاذها. ذهبت السيدة إلى الزعيم وعرضت عليه شراء هبة، فضحك الزعيم رافضا العرض، فأضاعفت السيدة عرضها حتى اقتنع الزعيم بجدية رغبتها الملحة، قائلا: هبة ليست للبيع أبدا، فهي مصدر ربح بالنسبة لي. أرجوك حددي سعرك وحرري هذه الصغيرة، وأثبت لقومك إنسانيتك ليرتفع شأنك بينهم. فردت السيدة: أنا شأني مرفوع رغم الجميع، وهذه المقابلة انتهت. خرجت السيدة من خيمة الزعيم حزينة لأنها لم تستطع الوفاء بنذرها في مساعدة المحتاجين، فاتجهت إلى منزلها، وهناك صادفت موكب الأميرة ابنة حاكم المدينة التي قد أتت